اهلا وسهلا بيكم في اول فيديو هيكون تاريخي لمشكلة الانترنت المحدود في مصر، واللي المفروض يكون انترنت غير محدود في مصر. بص يا سيدي، انا عن نفسي راجل عانيت كتير جدا بسبب الانترنت ده. هتقول لي عانيت ازاي؟ مع ان انتوا عندكم باقات انترنت منزلي ومحدود، انا معاكم وكل حاجة، ولكن في الاعتبار حطوا الناس اللي هي ما عندهاش انترنت دي. اوعى يا شيخة كده. بص يا سيدي، انا عن نفسي عانيت كتير جدا. هقول لك عانيت ازاي. اول حل لجأت ليه ضعف الانترنت هنا طبعا، وزي ما بيقولوا كده البنية التحتية للانترنت هنا عندنا في البلد، مع اننا في مدينة ولا جنبي بقى حيوانات ولا غابات ولا الكلام ده ولا اراضي زراعية، لا انا في مساكن حكومية. المفروض اقل حق من حقوقي يكون الانترنت واصلني هنا. لا، بقالي سنتين بروح السنترال، سنتين بروح السنترال، لدرجة اني لجأت الحل غير شرعي. هضحك عليك والله العظيم، حل غير شرعي ويا ريته نفع. البلوة دي حل غير شرعي. بص كده، ده بيركب في الفيشة وده بيدخل في الكمبيوتر او في البي سي. تمام، بص كله في حتة واحدة. ده في فيشة، ده بيدخل في فيشة الكهرباء وده في الراوتر. تمام، ده يعني البلوة دي كلها عشان اجيب انترنت في البيت، واللي المفروض حقي، اللي المفروض يكون حقي انترنت في البيت زي كتير جدا من الناس. طب يا سيدي، الحل ده مش نفع، في داهية. عملت ايه بقى؟ اتصلت بحد من السنترال، يا عم شوف لي حل، خد اللي انت عايزه، لدرجة اني قلت له خد 5000 جنيه وتعالى وصل لي نت، انا حالي واقف. انا نفسي اعمل قناة على اليوتيوب واعمل محتوى وابقى زي الناس. ايه المشكلة؟ مش عارف. الراجل ايه جا وشد السلك وتمام التمام. ارجع لكم بس الاول، البلوه دي انا لسه ما شلتهاش. ده اكسس فوق السطح ب 3000 وراوتر تحت ب 1200 او 1300، غير الوصله غير الاشتراكات اللي بقعها كل شهر، والنت الزفت، النت خرا بمعنى الكلمه. اقسم بالله مش انترنت ابدا. يعني انا لو مشغل باقة التليفون كانت افضل لي من كده. المهم، رحت للراجل وجبته، يا عم تعالى، وشد السلك وتمام التمام. شهر، في التاني، في التالت، في الرابع، في الخامس. ايه يا باشا؟ والله اصل مش فيه ارقام في السنترال. طب وانت جيت من الاول ليه؟ كنت قول لي. انت عطلتني 5 شهور كمان فوق اللي انا اتعطلته، مع اني كنت ماشي بحل بدائي، بدائي جدا محدش يستحمله. فعايز اقول لك انت في نعمة. انت عارف بقى الحل الامثل اللي انا توصلت ليه في اخر المطاف عملت ايه؟ بص كده، راوتر هوائي، بص، بشريحة، بالشريحة بتاعته، بيركب فيه شريحة. طب ده باقته ايه يا سيدي؟ بدفع له 700 جنيه في الشهر. يا حلاوة شمسنا، 700 جنيه في الشهر عشان باقة 130 جيجا. 130 جيجا ب 700 في الشهر. ايه رأيك؟ ايه رأيك في المعاناة؟ طيب انت في نعمة؟ انت في نعمة صراحة. هما بيستغلوك؟ هما بيستغلوك بأمانة. طب نعمل ايه؟ نبص للناس اللي زي حالاتي. انتوا عمالين تمسكوا في بعض وتشبكوا في بعض، وانتوا بتدفعوا اصلا ايه؟ ما بتدفعوش حاجة. انا معاكوا على فكرة، مش ضدكوا، بس يعني هم اصلا ما عندهمش بنية تحتية عشان يدوكوا ويعملوا لكوا. دول ناس ظلمة، ناس اصلا ما بتفكرش غير في اللي داخل. هم عايزين اللي داخل بس. اهم حاجة اللي داخلة واللي طالعة. انا طالع من عندي جيجا داخل 10 جنيه، طالع من عندي 100 جيجا داخل 200 جنيه. هو ده اللي بيعملوه. طب انتوا هتتوصلوا الحل؟ لا، شركات مستغلة، شركات استثمارية زي اي شركة استثمارية. وانت عندك في مصر كله بيساعد على كده. انت لو شفت اخوك 10 جنيه هتاكله، عشان ما يضحكش على بعض. انت لو شفت عيل في الشارع معاه 100 جنيه عايز تعمل اي مصلحة عليه عشان تاخد حاجة من ال100 دي، لو هيخسرها. طيب انا كلامي ده كله ليه؟ خلاصة الموضوع، معاناتي اللي انا عانيتها بقالي 3 سنين او شهر واحد يا عم.
بس خسرت كتير، انا خسران في المشكله دي ومشكلتي ما اتحلتش اكتر من 10000 جنيه راوترات واكسسات وحاجات ما يعلم بها الا ربنا، وبلوه لسه جنبي هي خسران فيها 5000 جنيه لوحديها. والبلوه التانيه اللي انا لسه جايبها ده النهارده، ده الحل الامثل النهارده، خلاص كده انا خلاص لبست ده وهتعامل بيه بقى باقي العمر ان شاء الله. 700 ب 700 كل شهر وانا هتعامل بيه والجزمه في بقي مش هتكلم. طب انا بتكلم ده كله ليه؟ بص يا باشا، انت عمال تعمل هاشتاجات وشركة وانترنت غير محدود في مصر وي هتهلل من هنا ل10 سنين جاية ومفيش اي استجابة. بص بقى يا سيدي، اول فيديو يتعمل دردشة في القناة واللي المفروض يكون افتتاحية القناة عامل ازاي بمعاناة عاملة ازاي، فحسوا بيا واتفرجوا عليا. لايك وشير لو الفيديو عجبك او استفدت منه او قدم لك اي معلومة عشان تساعد اخوك في اللي جاي، وانتظروا ان شاء الله محتوى جاي قوي مع اني هدفع كتير. اتفرجوا بس على الفيديوهات اللي هنزلها عشان اعرف ادفع الاشتراك. ومساء الفل او صباح الفل على احلى ناس في الدنيا، وسلام.